في كل مرحلة من حياتنا بنسمع نصايح كتير، من الأهل، من الأصدقاء، من الكتب ومن الحياة نفسها. بس مش كل نصيحة بنسمعها بتدخل القلب. أحياناً كلمة واحدة، جملة بسيطة، بتغير نظرتنا لكل شيء. النهاردة عايز أحكي لك عن نصيحة واحدة بس كانت سبب في إن ناس كتير يبدأوا من جديد ويغيروا حياتهم. النصيحة هي: ابدأ من اللي في إيدك مش من اللي ناقصك. كم مرة قلت لنفسك لما يبقى عندي وقت هبدأ، لما الظروف تتحسن، لما أبقى جاهز؟ بس الحقيقة إن الجاهزية عمرها ما بتيجي لوحدها. اللي بيبدأ هو اللي بيخلقها. اللي بينجح مش اللي مستني الظروف. اللي بينجح هو اللي بيصنعها بنفسه. كل بداية صغيرة كانت يوماً ما حلم كبير في عقل شخص ما. كان في شاب بيحلم يفتح مشروع صغير، بس كان دايما يقول لسه محتاج رأس مال، محتاج مكان، محتاج أدوات. وفي يوم واحد قال له الجملة دي: ابدأ من اللي في إيدك. فبدأ من البيت بموبايله وبأبسط الأدوات، وبعد سنة واحدة بس المشروع اللي بدأ من أوضته بقى مصدر رزقه الأساسي. الحكاية دي مش عن مشروع، هي عن فكرة، إن كل خطوة صغيرة بتاخدها النهاردة ممكن تكون باب التغيير اللي مستنيك من سنين. اللي عندك النهاردة كفاية علشان تبدأ طريقك. كلنا بنخاف، الخوف طبيعي، بس الغريب إننا نسيبه يمنعنا. الخوف مش علامة ضعف، هو إشارة إننا داخلين على شيء مهم. لو مفيش خوف يبقى مفيش حاجة تستحق المغامرة. أبدأ وإنت خايف، ابدأ وإنت مش عارف، بس أهم حاجة ابدأ. الكاتب اللي كتب أول صفحة وهو مش متأكد، المبدع اللي رسم أول لوحة وهو مش مقتنع بيها، الطالبة اللي فتحت الكتاب بعد شهور من التسويف، كل دول ما استنوش الإلهام، هم اللي صنعوه بالبدء. الخطوة الأولى مش دايما الأجمل، لكنها دايما الأهم. البداية مش محتاجة أدوات، ولا ظروف مثالية، ولا دعم من الناس. البداية محتاجة قرار وشجاعة لحظة واحدة. اللي بيبدأ بخطوة بيكمل بقدر. لما تبدأ من اللي عندك، الكون كله بيتحرك علشان يساعدك. الفرص بتظهر، والناس الصح بتجيلك، والأفكار بتتفتح. افتكر دايما إنك مش محتاج تكون الأفضل علشان تبدأ، أنت محتاج تكون صادق مع نفسك. لما تبدأ من اللي في إيدك بتتعلم الرضا، وبتشوف الجمال في البسيط. الرضا مش إنك تمتلك كل حاجة، الرضا إنك تستخدم اللي عندك بأفضل شكل. وقف كده لحظة، خد نفس عميق وفكر. إيه الحاجة اللي كنت دايما مؤجلها، اللي نفسك تبدأها بس مستني؟ يمكن النصيحة دي تكون هي الإشارة. ابدأ دلوقتي، من هنا، من اللحظة دي، حتى لو خطوة صغيرة جدا، لأن التغيير الحقيقي بيبدأ بخطوة بسيطة وبقرار داخلي. اللي يبدأ النهاردة بيحكي قصة نجاحه بكرة. لو النصيحة دي لمستك، شاركها مع حد تحبه، يمكن تكون سبب في تغيير حياته هو كمان. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في قناة شفاء النفس علشان دايما نفضل سوا في رحلة التغيير والهدوء.